السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعود قناة المحترف واحد، هذه المرة بفيديو جديد. وهذا الفيديو فرض حقيقة نفسه. بعد قيامي بالفورماتاج حاليا وجدت غياب البارتيسيون دي. بارتيسيون دي غير موجودة، مع العلم أن جهازي يتوفر على 750 جيجا أوكتي، لكن لم أحصل إلا على 393 جيجا أوكتي كما هو واضح على شاشة الحاسوب. وبالنسبة لإنسان غير فني أو إنسان عادي، إيه، ستدخل الشكوك في نفسه: هل هذا أمر عادي أو هذا الأمر غير عادي؟ أو هل تعطل حاسوبه أو هناك مشكل في الديسك دور تبع الحاسوب؟ لكن بعون الله سنجد الحل، وهو الحل موجود، لكن سنوضح الحل إلى مشاهدي ومتابعي قناة المحترف واحد. أولا قبل كل شيء نقوم بالذهاب إلى إكزيكتي وكتابة الأمر، والأمر سيكون موجود أسفل الفيديو: C O M P N G M T M C K. سيكون الأمر سيكون موجود تحت الفيديو إن شاء الله. نذهب الآن كما موجود في الشاشة إلى جيستيون ديسك، ننقر عليها مرتين. الآن كما تشاهدون على الشاشة توجد إلا فهنا الظاهرة هنا هي بارتيسيون سي فقط، ولكن في القسم الثاني نجد الريبارتيسيون سي، ولكن الريبارتيسيون التي تحتوي على 405 هي غير مفعلة. نقوم بالنقر عليها بالفأرة كما موجود، كما تلاحظون في الصورة. هي غير مفعلة، السي مفعلة، وهذه مكتوب عليها. ننزل نوفو سويفون. نحافظ على كل شيء هنا بدون الدخول في التفاصيل. نحافظ على كل شيء بدون الدخول في التفاصيل. نحافظ كذلك على الاسم كما هو. نحافظ على كل شيء كما هو. هنا أنا أردت أن أخذ نفس الاسم الموجود في أغلبية الحواسيب، وأنت لك الحرية في تكتب فيما تكتب ما تريد. ديسك لوكال. نقوم بالتأشيرة كما موجود في الصورة، نتبع كما موجود في الصورة بالتفصيل، وأنا ننقر على سويفون ترميني. كما تشاهدون تمت إضافة الجزء. نقوم بالتثبت تمت إضافته الحمد لله. هو الآن موجود. نشكر متابعينا على المتابعة، ونعتذر على هذه الصورة، لكن هو كان الأمر مستعجل. أردت أن أفيدكم بهذا العطب، ولكم مني جزيل الشكر. دمتم في رعاية الله.